اتخذت الحكومة العديد من التدابير الصحية اللازمة للسيطرة على الوباء رغم محدودية البنى التحتية الصحية التي شهدت دماراً واسعاً جراء الحروب التي مر بها البلد خلال الفترات الماضية، إذ تمكنا من زيادة قابلية المؤسسات الحكومية في تقديم العلاج والوقاية. وكان العراق من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات لمواطنينا والمقيمين الأجانب. وفي هذه المناسبة نعرب عن بالغ تقديرنا حكومة وشعبا للمنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية على جهودها في دعم العراق للتصدي لهذا الوباء. السيد الرئيس، الحضور الكرام، لقد عصفت بالعراق وشعبه على مدى 40 سنة الماضية على الأقل الحروب والحصار والاضطهاد وحملات الإبادة والأنفال والمقابر الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية في حلبجة وتجفيف الأهوار واستباحة الإرهاب لمدننا. نجحنا بتجاوز هذه المآسي الرهيبة وتمكنا من تحرير مدننا من دنس داعش وحماية العالم من جرائمه ببسالة قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، وبدعم التحالف الدولي وجيراننا وأصدقائنا، والدور الكبير للمرجعية الدينية في النجف الأشرف التي حشدت قوى الشعب في هذه المواجهة المصيرية. كما تواصل قواتنا المسلحة بحزم عملياتها للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم، إذ لا يمكن أن نستخف بخطورة الإرهاب، ونجزم أن التهاون أو الانشغال بالصراعات في منطقتنا سيكون متنفساً لعودة تلك المجاميع الظلامية وتهديد شعوبنا وأمننا، إذ لا خيار لنا إلا التعاون والتكاتف في مواجهة ظاهرة الإرهاب والجماعات الداعمة له ومكافحة تمويله ومعالجة آثاره الخطيرة وإنصاف ضحاياه وضمان عدم تكرار المآسي الرهيبة. ويقوم واجبنا الآن في إعمار المدن المحررة وإعادة النازحين إلى ديارهم، وقد حققنا شيئا من التقدم في ذلك، ونتطلع إلى المزيد من دعم المجتمع الدولي في إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة وتعزيز القدرات في إعادة بناء البنى التحتية في البلد بما يسهم في عودة الحياة الطبيعية الكريمة لمواطنينا. وأشير في هذا السياق إلى إقرار العراق قانون الناجيات الإيزيديات لإنصاف هذه الشريحة التي تعرضت لأبشع أنواع الاضطهاد والاستغلال على يد داعش، ويشمل القانون أيضاً إنصاف النساء من باقي المكونات العراقية. سيداتي والسادة، أن ظاهرة الفساد هي الأخرى تهدد أمن واستقرار العالم أجمع، ويواجه بلدنا ظاهرة الفساد بسبب الإرث الخطير من الحروب والنزاعات والعنف التي بددت الكثير من موارد بلدنا وحرمت العراقيين من التمتع بخيرات بلدهم. ولذا فإن مكافحة الفساد تمثل للعراق اليوم معركة وطنية لن يصلح وضع البلد قبل الانتصار فيها، وترتكز هذه المعركة على الحد من منابع الفساد وإغلاق منافذه، والعمل على استرداد ما تم نهبه وتهريبه من أموال يستخدم جزء كبير منه لإدامة العنف والفوضى في البلد. فلا خيار أمامنا إلا الانتصار في هذه المعركة. والتزاماً بمكافحة الفساد
انضم العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2000 واتفاقية جامعة الدول العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010، ونعمل على تبني مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة. كما نظمت الحكومة مؤخرا مؤتمرا مهما من أجل تنسيق الجهد لتحقيق ذلك. ومن هنا أدعو الأصدقاء في المجتمع الدولي لمساعدتنا في الكشف واسترداد أموال الفساد المهربة من العراق، إذ أن تحقيق ذلك سيكون خطوة حاسمة في ردع الفساد. ونجدد دعوتنا لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب، إذ لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بإنهاء الفساد بوصفه اقتصاداً سياسياً للعنف والإرهاب. فالفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر. سيد الرئيس، الحضور الكرام، يواجه كوكبنا خطراً وجودياً يتجسد أمامنا في التغييرات المناخية الحادة التي تهدد مستقبل أجيالنا القادمة. قد نختلف سياسياً، لكن علينا أن نتحد معاً في مواجهة التغيير المناخي، فهو خطر يهدد الجميع. ويمر العراق بظروف مناخية صعبة من التصحر وشحة في الموارد المائية جعلت البلد خامس أكثر البلدان هشاشة اتجاه التغييرات المناخية وفق التقرير السادس للتوقعات البيئية العالمية لمنطقة غرب آسيا. لقد انضم العراق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لسنة 1992، وكذلك اتفاقية باريس لسنة 2015، ونعمل على تبني استراتيجية تستهدف حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. وتم وضع وثيقة المساهمات الوطنية لتوجيه التحول الاقتصادي وإرساء مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل سيسهم في استقطاب فرص استثمارية جديدة في العراق وتوفير مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مجال التعامل مع تغيير المناخ. علينا إنعاش وادي الرافدين، فهذه المنطقة من الأرض كان يطلق عليها أرض السواد وجنات عدن لشدة خضرتها وأرضها الخصبة. والعراق بموقعه الجغرافي في قلب المنطقة وتنوعه البيئي حيث النخيل والأهوار وجبال كردستان يمكنه أن يكون منطلقاً لجمع دول الشرق الأوسط بيئياً، وهذا يتطلب الدعم الدولي بمختلف مجالاته لمساندة جهود العراق وتمكينه من تنفيذ هذه السياسات واستراتيجيات الوطنية. فأزمة المناخ لا تميز أو تستثني بلد دون آخر، والتكييف معها وتحجيم أضرارها لن ينجح عبر خطوات فردية، ولن يسلم بلد يعتقد أن إجراءاته كفيلة لحمايته من مخاطر التغيير المناخي من دون إجراءات مماثلة لجيرانه ومنطقته والعالم ككل. فالعواصف الرملية وشحة المياه وارتفاع درجات الحرارة والتصحر مخاطر عابرة للحدود لن تعالج إلا بتنسيق وتخطيط دولي مشترك عالي المستوى يدمج الخطط الوطنية والإقليمية والدولية مع بعضها البعض. سيداتي والسادة، يقع العراق في قلب منطقة الشرق الأوسط التي عانت وتعاني من حروب ونزاعات مستحكمة
جراء انهيار منظومتها الأمنية والسياسية على الأقل منذ 40 عاماً. وكان غياب العراق عن دوره الطبيعي في المنطقة أحد أسباب فقدان الاستقرار الإقليمي. وفي ظل ذلك تبنى العراق سياسة متوازنة ترتكز على دعم الحوار وتخفيف التوترات والبناء على المشتركات، إذ نؤكد الحاجة لمنظومة جديدة تستند على التعاون والترابط الاقتصادي بين دول المنطقة وبمشاركة المجتمع الدولي، وتستجيب للتحديات المشتركة من الإرهاب والتطرف وتقلبات الأوضاع الاقتصادية وعدم التمكن من توفير فرص عمل للأعداد المتنامية من شبابنا، وأيضاً التداعيات الخطيرة للمتغيرات المناخية. وانطلاقاً من ذلك نظمت الحكومة العراقية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لنؤكد أن العراق الذي كان عنوانا للتنازع نريده نقطة تلاقي مصلحة الشعوب ودول المنطقة، وأن نجاح مساعي إحلال السلام لن يتم دون العراق. العراق الآمن المستقر بسيادة كاملة وإعادته لدوره المحوري في المنطقة، وهذا يستدعي دعما إقليميا ودوليا وإنهاء تنافسات وصراعات الآخرين على أرضنا. في هذا السياق نشير إلى أن استمرار الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية الرهيبة بات غير مقبول، ونذكر أن بؤر خطيرة للإرهاب تنشط باستمرار وتعتاش على ديمومة هذه الأزمة وتهدد الشعب السوري وتهدد بلدنا وكل المنطقة. وقد آن الأوان لتحرك جاد لإنهاء معاناة السوريين يستند إلى احترام حقهم في السلام والحرية واستئصال بؤر الإرهاب النشطة هناك. ويؤكد العراق سيداتي سادتي موقفه بضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، فلا يمكن أن يستتب السلام في المنطقة بدون إقرار وتلبية كامل الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، كما أن استمرار الحرب في اليمن وتداعياتها الأمنية والإنسانية مبعث قلق يستدعي التوصل لحل يحقق الأمن والسلام لمواطني ولدول المنطقة. سيد الرئيس، الحضور الكرام، في الشهر المقبل ينتظر العراق استحقاق وطني مفصلي يتمثل في الانتخابات المبكرة، استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني واسع على الحاجة لإصلاحات جذرية وعقد سياسي واجتماعي جديد يعالج مكامن الخلل في منظومة الحكم ويضمن الحكم الرشيد. فهي انتخابات مصيرية ستكون لها تبعات على العراق وربما المنطقة برمتها. وتجري هذه الانتخابات وشعبنا يحيي مسيرة راجلة نحو كربلاء الحسين عليه السلام تتجسد فيها أروع القيم الإنسانية النبيلة في الإصلاح والسلام ورفض الظلم والاستبداد وطلب العيش بكرامة، ويحدوهم الأمل متمسكين بالإرادة الصلبة في الحفاظ على الوطن والمضي في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد والحق في حياة حرة كريمة. ولتحقيق هذه الأهداف النبيلة فإن إعادة ثقة العراقيين في الانتخابات وضمان المشاركة الواسعة بالنسبة لنا الآن يمثل أولوية قصوى. فقد تم إقرار قانون انتخابي جديد أكثر تمثيلاً وإنصافاً من سابقاتها، ومفوضية انتخابات جديدة، ووفرت الحكومة لها احتياجاتها لتنظيم الاقتراع،
وتم تبني مدونة السلوك الانتخابي من أجل إنجاح الانتخابات لتكون المسار السلمي للإصلاح عبر برلمان وحكومة يستندان بحق إلى حكم الشعب بدون قيمومة أو تلاعب. إذ أن أحد أسباب الاحتقان السياسي في البلد يعود إلى مكامن الخلل وغياب الثقة الشعبية في العمليات الانتخابية السابقة. وفي هذا الصدد أتقدم بالشكر إلى الدول التي ساهمت باعتماد قرار مجلس الأمن 2576 الخاص بدعم العملية الانتخابية في العراق، وإلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدورهما في تسهيل إرسال المراقبين الدوليين لضمان أعلى مستويات الشفافية، ولبعثة الأمم المتحدة في العراق لما بذلته من جهود في تقديم الدعم الانتخابي. أيها الأعزاء، إن العراق هو مثال حي للتنوع والتعايش الإنساني العميق في التاريخ، وشعبنا يشعر بقوة التنوع والتعايش الراسخة في جذوره، ويدرك أن الأمم تقوى حينما يكون احترام التنوع معياراً لثقافتها. لمسكويوا صلاوم بوهاولاتياني آزيز وهيوادارم بەهاوکاری و یەکڕیزی ڕوبەڕووی ئەرکەکانی ئەم قۆناغا ببینەوە بۆ چەسپاندنی ئازادی و دادپەروەری و ڕیشە چێشکردنی توندڕەوی و جیاکاری و پاراستنی ئاشتی و پێکەوە ژیان. وأختتم حديثي سيداتي سادتي بالقول أننا شركاء في هذا الكوكب، شركاء في التطلعات وفي الهواجس والمخاوف وفي القيم الإنسانية. نحتاج أن نشعر ونقف مع بعضنا لإيقاف التدهور البيئي وتجنب الحروب والصراعات، إذن أن الاستجابة لذلك أفضل هبة نمنحها لمستقبل أجيالنا القادمة. أشكركم سيادة الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Iraq for the statement just made. I request protocol to escort His Excellency.